البعض منكم بيحس بوجع شديد في رجله، والبعض منكم بيحس بصداع نازل على عينه. بيفكر كتير جدا، مش بينام الا متأخر. دماغك مشغولة بحاجات اليومين دول مش عارف تلاقيهم، تلاقي لها حل، او حيران او متضايق من موضوع معين مش عارف انك تاخد فيه قرار. عندك قرارين اصعب من بعض، مش عارف تختار اي واحد فيهم. يمكن الامرين عندك مختلفين، بس ربنا هيبعت لك آية ليك تختار بيها القرار الصح والمناسب لصالحك. وكمان هيبقى مناسب لمصلحتك. عايزاك ما تستعجلش الامور واحسبها صح بالورقة والقلم، مرة واتنين وعشرة. في حياتك شخص معين متلون على كل لون، انا قلتلك بس مش من دمك. آه الشخص ده من وراك بوش وقدامك بوش تاني خالص، وزي ما بيوصل لك كلام غلط بيوصل للناس عنك كلام غلط برضو. حاول انك تحذر من الشخص ده كويس جدا. حاول ان الشخص ده ممكن هيعمل لك حاجات اضطرابات في حياتك، لان في رسالة خطيرة هتكتشف لك اتنين في حياتك. الاتنين دول اخطر من بعض، هما دول عايزين يدمروا حياتك بالكامل. احذر منهم وخلي بالك من نفسك. كمان في حاجة مهمة، انت هتلجأ لشخص معين خسرته زمان بسبب الحية دي برضو. خلتكوا تبعدوا عن بعض. في ظهور حقيقة، مواجهات، مكالمات، هتنتصر عشان انت نيتك صافية. وان الحياة الخبيثة دي اللي معاك طول الوقت واللي واقفة على طول وانت فاكر انها واقفة جنبك لكن هي واقفة ضدك، هي دي اللي خربت الدنيا، دمرت حياتك. حقيقتها هتبان انها منعت فرحتك، استكترت عليك الخير اللي ربنا بيبعتهولك. بإذن الله تعالى عندك انفراجة قوية، في حد هيجيب لك شغل معين، وضعك هيبقى احسن من كده، لان ربنا هيجيب لك حقك من ناس ضروك واذوك ودمروا حياتك. كانوا شايفين ان الخير اللي ربنا بيبعتهولك ده كتير عليك، مستخسرينه فيك، عاوزينك تبقى دايما في النازل. انت كسبت حاجات كتير جدا هم عينهم عليها وعينهم فيها، بيحسدوك عليها، بياكلوا من خيرك ويطلعوا يتكلموا عليك. المهم، انت كل اللي عليك انك تفوض امرك لله، تستعين بالله. حاول انك ما تظلمش حد الا لما تسمع منه الاول، لان في افكار وهواجس بتيجي لما الواحد يكون زعلان، بس بعد ما بيعرف الحقيقة بيزعل انه ظلم اللي قدامه. وكمان محاولش انه يصدقه او يقتنع بكلامه. حاول تغير من وضعك، هتلاقي اللي جاي احسن. في ناس طمعانة فيك، بيقربوا منك بس عشان مصلحتهم بس، والقريب قبل الغريب. فعندك حاجة ممكن تحصل، ممكن هتقطع صلة رحم، بس ربنا ما بيرضاش بكده. مهما كان دي صلة رحم. انت عندك عادات وتقاليد لازم تمشي عليها، لان الظلم وحش. هتبدأ تتحكم في عواطفك، سواء في ارتباط او في بيع او في شراء. كمان عندك فرصة عمل وتغيير، هتدخل في قرارات هتحلها، وان شاء الله اللي جاي خير. عايزة اقولك ان رسالتك قوية بناء على هم وحزن كبير انت كنت شايله. رسالتك محدش حاسس بيك ولا يعلم بحالك الا ربنا سبحانه وتعالى. بتعاني من ديون او تعب، الوضع صعب، بس اسمع بقى، الوضع كله هيتغير. الاول قبل ما نبدأ، ما يحلى الكلام الا بالصلاة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. عندك بداية حياة جديدة حلوة. موت للحزن، هتحس بانك مطمن ومستقر وهادي، وقلبك هادي هيطمن، لان انت فعلا تعبت، عانيت جدا، ولسه بتعاني من مشاكل كتير جدا. نفسيتك تعبانة، عندك تعب نفسي او عضوي او مادي. الاحوال مش كويسة، بس حياتك هتتغير باذن الله تعالى. ربنا هيسعد ايامك باذن الله. كان في توتر في الفترة اللي فاتت دي في شيء معين، بسبب اللي اتكلم في سمعتك او حد اتكلم عليك بطريقة وحشة، بيحاول يظهر نقاط ضعفك او تقصيرك. وانت ان شاء الله الفترة اللي جاية دي سعادة، هتدخل على مرحلة بعد مننا، مرحلة حب، زواج، خطوبة مثلا، مرحلة هتتقدم فيها في شغلك، في ترقية، في وظيفة، في حاجات كويسة جدا هتجيلك الايام اللي جاية. بفضل الله. انت بس ادعي وقول يا رب، وخلي عندك صبر، وان شاء الله هيجيلك راحة البال والرزق الحلال بإذن الله تعالى. كمان البعض مننا واللي داخل على مرحلة زواج سعيد بإذن الله، حاول انك تعمل خطة مع حبيبك عشان حياتكم اللي جاية، عشان تكونوا أسرة جديدة قوية وتحسوا بالسعادة والاستقرار والحب.
اللي انتوا كنتوا بتدوروا عليه واللي انتوا كنتوا بتحلموا بيه طول فترة الخطوبة. حاول انك تعمل خطة كويسة جدا، والخطة دي ياريت تكون ناجحة. وكمان عايزاك ما تبقاش مهمل في صحتك، امشي على نظام غذائي غني بالفيتامين عشان تحافظ على صحتك، وكمان عشان جهازك المناعي يضعف. حاول انك تدور على شريك مناسب، حبيب مناسب، عشان تتخلص من الحزن والشعور السيء اللي انت بتحس بيه الايام دي. كمان اليأس اللي مسيطر عليك ده حاول انك تتخلص منه، عشان تبدأ علاقة عاطفية جديدة مع انسان او شخص يفهمك وتفهمه. عشان ما تختارش شخص تفضل تجادل معاه في الكلام، يبقى مش فاهمك، يبقى انت شخصية وهو شخصية تانية. لا، حاول تدور على الشخصية اللي تفهمك ويعني الشخصيات اللي تفهموا بعض. حاول انك تعمل خطة عشان تغير فيها افكارك وابداعك، كمان عشان تتقدم في شغلك وتنجح، لان انت عندك صبر طويل بيساعدك على انك تتحمل اي حاجة صعبة قابلتك في حياتك. كمان في الشغل انت حاول انك ما تتنزلش عن اي حق من حقوقك في العمل، عشان ودور وسعى وتمسك بحقك، واي طريقة متاحة ليك اعملها، بس طريقة تكون قانونية عشان تحصل او تاخد حقك. مش هينفع ان انت ما تاخدش حقك حتى، يعني لو حد ظلمك مش هينفع ان انت ما تاخدش حقك عشان ما تفقدش ثقتك في نفسك. حاول انك تاخد حقك باي طريقة بس قانونية، لان في مشاكل هتحصل، بس خد حقك بطريقة قانونية وعشان ما تفقدش الثقة في نفسك بعد مرور الوقت ده. بس احذر انك تطالب بحاجة مش بتاعتك. البعض مننا كان في علاقة عاطفية او علاقة حب او خطوبة، البعض مننا والعلاقة دي فشلت. ان انت تخسر حبيب او شريك ده مش معناه نهاية العالم، لا. كل اللي عليك انك تفتح صفحة جديدة مع حياتك، حط خطة جديدة عشان تساعدك على انك تنسى اللي حصل معاك قبل كده. حاول انك تدور على شخص كويس، شخص يعني ينفع يعيش معاك، مناسب ليك عشان تكمل معاه في حياتك اللي جايه باذن الله تعالى. يا جماعه، بالنسبه للمرتبطين حاول انك ما تضغطش على حبيبك او على شريكك طول الوقت، وانك تطلب منه ان دايما ينفذ اوامرك عشان ما يضايقش منك. لا، حاول انك تتقرب منه، اتكلم معاه، ناقشه في اي موضوع او في اي امر او في اي قرار قبل ما تنفذه، عشان العلاقة بينكم تقوى اكتر من كده. كمان انا عايزاك تحاول تنظم مواعيد نومك عشان تتخلص من القلق والتوتر اللي انت فيه. ممكن قلل من انك تشرب شاي او قهوة. حاول انك تمارس تمارين عشان تحس بالاسترخاء، مثلا تحس بالهدوء، عشان كمان تحصل على اكتر وقت من النوم. ان شاء الله انت الفترة اللي جاية دي هتستخدم ذكائك في ادارة كل شؤون حياتك او الاغلبية منها. مش هتسمع لحد من الناس اللي حواليك، لان انت انت سمعت لهم قبل كده واحبطوك. لكن لا، انت ما تسمعش دلوقتي لاي حد عايز او بيحاول انه يحبطك او يقلل من عزيمتك عشان تتقدم لقدام. مش هتفضل واقف كده محلك سر. انت عندك صفات جميلة جدا، جد جدا في العمل، بتحب عيلتك جدا، بتحب انك تسمع للناس اللي حواليك، بس في الصح، الغلط لا. ان شاء الله الحظ هيبقى حليفك، هيبقى عندك حظ، ايجابيات، تسهيلات. بس احذر من المجازفات المالية. ممكن يجيلك ورث، ممكن بعض زملائك يدوك فلوس. المهم ان الاحوال المادية باذن الله تعالى الايام اللي جاية دي تبقى كويسة. في مجال جديد في الشغل انت هتدخل فيه، المجال ده هيبقى كويس جدا عشانك الى اقصى حد. الحالة المادية هتتعدل. انت هتظهر للناس بشكل تاني. كمان عايزة اقولك ان النهاردة اليوم مناسب جدا في حياتك الخاصة.
بالنسبة لان مكالمة من شريك حياتك، رجوع علاقة ايا كان. بس انت حاول انك ما تبقاش متسرع انك تاخد اي قرار. القرارات دي بتكون مهمة، لان انت النهاردة بإذن الله عندك فرصة انك تتخلص من اي حاجة كانت عاملة لك احباط. هتعمل مجهود كبير جدا عشان تتعامل مع القيود المالية او المادية اللي انت كنت فيها المرحلة اللي فاتت دي. حاول انك تجمع افراد عيلتك، ممكن تعزمهم على عزومة معينة. خلي بالك انت هيجيلك معلومات كتيرة النهاردة، بس حاول انك تحذر من اي خبر. يعني اتأكد من الخبر قبل ما تثق في الشخص ده. يعني اتأكد من الخبر اللي هيجيبهولك، واحذر الاخبار اللي بتكون مزيفة، اللي ما بتكونش حقيقية. كمان ممكن تتأكد من الاخبار دي عن طريق الانترنت. حاول تتأكد، ده اهم حاجة. كمان انت هتغير الديكور بتاع اوضه النوم بتاعتك. ممكن تغير انتريه. المهم انت هتغير الديكور. بس الفلوس ما كانتش متاحة الفترة اللي فاتت زي ما قلت لك، لا هتبقى متاحة ان شاء الله، وهتغير كل حاجة انت عايزها.